اللهم لك الحمد. وفاز أهلينا فوز مهم جدا، فوز بالبطولة الأهم بالنسبة لنا، فوز مهم جدا ليس فقط على جانب البطولة واللي هو الأهم، الفوز على جانب البطولة هو الشيء الأهم، ولكن أيضا في أشياء مهمة ثانية من هذا الفوز الحمد لله رب العالمين حصلنا عليها، ألا هي الروح المعنوية، الاستمرار على سلسلة الانتصارات، إظهار شخصية الفريق والعودة بالفريق من جديد والوقوف على قدميه بعد الفترة الماضية المخيبة للآمال واللي كان فيها كثير من التعثرات والخروجات، لكن الحمد لله رب العالمين. ذكرنا بالفيديو الماضي اللي كان بحلقة تحليل مباراة الخليج المباراة الماضية، وقلنا لكم بإذن الله تعالى مباراتنا مع الخليج هي بداية العودة إلى سلسلة الانتصارات وبداية عودة الفريق ونهوضه ووقوفه على أقدامه من أجل العودة إلى سلسلة الانتصارات بإذن الله تعالى، وبجميع بطولاتنا بالدوري، بطولاتنا وبمبارياتنا بكأس النخبة الآسيوية، وبإذن الله تعالى راح تستمر بإذن الواحد الأحد هذه سلسلة الانتصارات بمبارياتنا بالدوري. والمهمة جدا أيضا عندنا مباراة جدا مهمة ما بعد مباراة الأخدود واللي هي مباراتنا بالدربي مع الاتحاد، فاللهم لك الحمد. هذا الفوز وفوزنا بالمباراة الماضية مع الخليج هي فوزين جدا مهمين على جانب الترتيب وعلى جانب النقطي بترتيب الدوري وبترتيب النخبة الآسيوية، وأيضا على الجانب المعنوي المهم جدا للمستقبل ولمبارياتنا بالمستقبل. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كان في الكثير من الإيجابيات بهذه المباريات، ولكن أيضا ما يعني بأنه ما كان في سلبيات، لا، للأسف الشديد كان في سلبيات، وللأسف الشديد أقولها وأكررها مرة ثانية بأنه كان في سلبية دائما ما تكرر عندنا بالنادي الأهلي. الآن بإذن الله تعالى راح نحللها ونفصلها ونفصل جميع الأشياء الفنية اللي كانت بمباراتنا اليوم مع الريان. ولكن قبل هذا كله لازم نسلم عليكم، فيا هلا والله بالملوك، يا هلا والله متابعينا الغاليين بحلقة جديدة من شباب كرة. بس لا تنسوا على خشم اللايك وتمزع السبسكرايب وتربط الحزمة ويلا على بداية وكالعادة خلينا نشكر جميع جماهير الملكي اللي كانوا حاضرين على أرضية الملعب وتعنوا وسافروا مع الفريق إلى الدوحة من أجل حضور مباراتنا مع الريان ومساندة الفريق. فوالله ما قصرتم يا ملوك، كل الشكر وعظيم الشكر لكم، وأيضا كل الشكر لجميع جماهير الملكي اللي ساندوا الفريق من مكانهم وما استطاعوا الحضور على أرضية الملعب. دخل ماتياس يايستا المباراة بحراسة المرمى، كان الحارس المتألق الشاب عم الكل عبد الرحمن الصامبي، بخط الدفاع كان على اليمين علي مجرشي ما شاء الله، وبالسناتر كان ديميرال وإيبانيز، وعلى اليسار كان سعد بالعبيد. بخط الوسط بشكل مفاجئ شفنا علي الأسمري يدخل بشكل أساسي، وما شاء الله تبارك الرحمن علي الأسمري كان قد الثقة، وراح نتكلم إن شاء الله نفصل باللاعبين وبتشكيلة الفريق الأساسية وما وراء اختيار هذه الأسماء من قبل ماتياس يايستا. على العموم استكمالا للتشكيلة، إلى جانب الأسمري كيسيه، ومن أمامهم فيجا، ومن خط المقدمة على اليمين رياض محرز، على اليسار فراس البريكان، ومن أمامهم إيفان توني. مثل ما شفنا واستعرضنا التشكيلة للوهلة الأولى ومن قبل المباراة، مجرد نزول التشكيلة عندما شفت الأسماء الموجودة عرفت بأنه راح يكون في نزعة دفاعية على الأقل ببداية المباراة من قبل اللاعبين، وفي تفكير تحفظ دفاعي من قبل ماتياس يايستا. ليش؟ لأنه سعد بالعبيد بالجوانب الدفاعية أفضل من عبد الله العمار بالجوانب الدفاعية، والعكس صحيح طبعا، عبد الله العمار بالجوانب الهجومية أفضل من سعد بالعبيد. تم الاعتماد على سعد بالعبيد بشكل اساسي. ايضا علي الاسمري لاعب ارتكاز، وعلي الاسمري بالجوانب الدفاعيه مميز جدا وافضل بكثير من زياد الجهني اللي هو اصله لاعب 10، اصله تاسس بالاكاديميه لاعب 10 والان قاعد نلعبه لاعب 8، فهذا ايضا يعطي نزعه دفاعيه للفريق. ولكن منذ الخمس دقائق الاولى اللي لعبناها، وفعلا نحن بالعاده نلعب بثلاثي قلب دفاع، الا انه بالخمس دقائق الاولى اذا لاحظتم على المباراه كنا نلعب بالتحفظ والطلب من الأظهرة بالبقاء من الخلف، الأظهرة الاثنين علي مجرشي وسعد بالعبيد إلى جانب السناتر، إلى مرور خمس دقائق من المباراة اللي شفنا فيها بأنه الريان حرفيا ضائع. بعد ما شفنا أنه الريان حرفيا ضائع تم الطلب بأنه يتم البدء بالزيادة الهجومية وبالتقدم الهجومي إلى الأمام، وفعلا بدأ هجوم النادي الأهلي وبدأت السيطرة بالطول والعرض من قبل لاعبي النادي الأهلي، واستمرت حتى نهاية الشوط الأول. حرفيا كنا مسيطرين على المباراة بكل تفاصيلها، بالاستحواذ، باللعب على الأرض، بالبناء من الخلف، باللعب المباشر، بكل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، بإظهار الشخصية للفريق، بالتناغم، بالانسجام، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله منظر يسر الناظرين بالنسبة لنا كمشجعين لهذا الكيان الكبير، منظر يعني ننتظره من زمان، نأمل بأنه دائما نلعب على هذا الشكل. يعني أنا تمنيت بأنه تنتهي المباراة ونحن على نفس هذا الرتم من الانسجام، من التناغم، من الشخصية،
من وقفة اللاعبين على أرضية الملعب اللي كانت بالشوط الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، كنا ممتازين حرفيا، كانوا لاعبين بالشوط الأول ممتازين وممتازين جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا أثمر هذه الشخصية وهذه الأشياء الإيجابية، وأيضا بالجهة المقابلة ضياع نادي الريان أثمر هذا الشيء عن تقدمنا بهدفين مع الرأفة وبأقل مجهود، وخروجنا من ال 45 دقيقة الأولى بالشوط الأول بنتيجة 2-0. ولكن ماذا حدث ما بعد الشوط الأول؟ هذا الخطأ وهذا الشيء اللي ذكرته بالمقدمة دائما ما يتكرر عندنا بالنادي الأهلي، وهو دخول اللاعبين بمنطقة الراحة. دائما نحن وقت اللي نشوف انه المباراة اللي طبعا انا اتكلم عن اللاعبين، وقت يشوفون لاعبينا انه المباراة اللي قاعدين يلعبونها هي مباراة سهلة، او انه نتقدم بالنتيجة بفارق هدفين او اكثر، او انه يشوفون بانه خلاص المباراة نحن مضمونة وخلاص ضمناها، يدخلون بمنطقة الراحة ويصير في استهتار غير طبيعي حرفيا. أكبر وأكثر مثال وأوضح صورة عن هذا الاستهتار واللامبالاة اللي شفناه بعد دخول اللاعبين بمنطقة الراحة، فرصة إيفان توني أمام المرمى، هو والحارس فقط اللي ضيعها بتسديدتين. يعني هو سدد تسديدتين ما أمامه غير الحارس ضيعها، وعشان يكمل على ويبين الصورة بشكل أوضح، جابري فيجا بعد ان سدد ايفان توني مرتين على الحارس وما استطاع بانه يجيب هدف، جابري فيجا ايضا سدد بشكل مستهتر وبشكل مستغرب وبشكل غير مبرر، ما يقدر الواحد يحط عليه اي تبرير الا انه كان في استهتار غير طبيعي من قبل جابري فيجا وايفان توني. وطبعا ما قبل هذه التسديدات شفنا الاستهتار من قبل اللاعبين بالتمريرات وفقدان الكرة وعدم الالتحام بالثنائيات، ويعني من بداية الشوط الثاني او بشكل اكثر دقة منذ خروج ديميرال للإصابة وهم لاعبين يخطئون بالجملة. طبعا هذه الأخطاء جزء منها بسبب الاستهتار وجزء منها بسبب خروج ديميرال ودخول فهد الحمد، اللي حرفيا بسبب دخول فهد الحمد صار دفاعنا شوارع. وأصلا الهدف اللي جاء علينا هو جاء عن طريق فهد الحمد، يعني ما سجلوا لاعبين الريان، لا سجلوا فهد الحمد علينا. يعني نحن ببطولة النخبة الآسيوية كلها خرجنا بكلين شيت، ما سجل علينا إلا لاعب واحد اللي هو لاعبنا فهد الحمد. فتخيل يا رعاك الله كمية الفوضى والعشوائية اللي يعملها فهد الحمد بمجرد وجوده بخط الدفاع عندنا. هذا أيضا على الفوضى والعشوائية وعدم المسؤولية من قبل هو كلاعب بالدخول قبل أن يتم السماح له من قبل حكام المباراة، وتلقى بطاقة صفراء قبل ما يدخل وقبل ما يلعب أي دقيقة بسبب هذا الشيء. يعني معقول لاعب محترف ما يعرف هاي الأمور المسلمة والبديهية؟ انت ما تقدر تفوت الا يصير في يسجل التبديل من قبل مراقب المباراه ويسمح لك الحكم الرابع بانه تفوت. على العموم هذا الشيء ما يحتاج بانه نشرحه، هذا الشيء كان واضح وجلي بفهد الحمد والفوضى اللي عملها فهد الحمد واللي خلى فيها دفاعنا الشوارع قادر نادي الريان بانه يوصل له باي شكل وبكل الاساليب والطرق. طبعا هذا بما يتعلق بالشكل الفني اللي لعبنا فيه، هذا بما يتعلق بالخطأ اللي دائما نكرره واللي هو دخول منطقة الراحة والاستهتار والاستخفاف بالمباراة. طبعا هذا الشيء ما نتكلم عليه فقط بمباراتنا اليوم، وإنما بكل مباراة نلعبها، وأيضا قادرين بأنه نعطي عشرات الأمثلة بمبارياتنا الماضية بهذا الموسم أو بالموسم الماضي. على سبيل المثال خروجنا بكأس الملك بهذا الموسم وبالموسم الماضي أيضا بسبب هذا الخطأ. على سبيل المثال خسارتنا لمباراة الفتح أيضا بسبب هذا الخطأ. على سبيل المثال خسارتنا لمباراة القادسية أيضا بسبب هذا الخطأ. واللي شفناه اليوم بعد تقدمنا بالهدف الثاني، اللاعبين دخلوا بهذا المود واللي هو نحن ضمنانين المباراة وما في داعي بأنه نعطي أو يكون أداءنا برتم عالي مثل ما كنا عليه بالشوط الأول. طبعا من يتحمل هذا الشيء؟ يتحمله المدرب بكل أمانة ومصداقية. هذا الخطأ اللي دائما ما يتكرر يتحمله المدرب. من الممكن بأنه يحدث عندنا مرة مرتين، لكن إذا تكرر هذا ما في له أي سبب وما في أي شخص قادر بأنه يتحمل مسؤولية هذا الخطأ إلا المدرب، لأنه قاعد يتكرر عندنا بشكل متكرر ولمدة طويلة. احنا صارنا هذا الموسم الثاني مع ماتياس يايستا وهذا الخطأ يتكرر مرة ومرتين وثلاثة، والحمد لله رب العالمين بأنه مشيت وعدت سلامات وخرجنا بنتيجة إيجابية، لأنه حرفيا بسبب هذا الاستهتار وبسبب هذا الاستخفاف بالخصم نادي الريان كان قادر بأنه يعادلنا بل يتقدم علينا وبلقطات كثيرة وكبيرة. وعلى بما أنه جبنا طاري يعادلنا ويتقدم علينا لازم نشيد ونشكر
ونسلط الضوء على الأداء الرائع والأكثر من رائع ما شاء الله تبارك الرحمن للاعبين الثلث الخلفي، خصوصا عبد الرحمن الصامبي وديميرال وإيبانيز وعلي مجرشي. نعم يا شباب، علي مجرشي لازم ننصفه يا شباب. إذا ملاحظين أنا قاعد أتكلم كثير عن علي مجرشي بفيديوهاتي الماضية، لأنه نحن هنا منصفين، نحن بقناتنا منصفين. إذا لاعب قدم أداء جيد ننصفه ونمدحه ونطريه، إذا لاعب ما كان قد الثقة وقدم أداء مخيب للآمال ننتقده ونطلب منه التحسن أكثر وأكثر. وعلي مجرشي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، منذ بداية الموسم إلى حد هذه اللحظة يقدم مستويات تراكمية متطورة تصاعدية ما شاء الله تبارك الرحمن. كل الدعم والثقة لك. وكنت علي مجرشي كنت أحد أكبر وأهم الأسباب بخروجنا بنتيجة إيجابية من مباراتنا اليوم، وأكبر مثال على ذلك إخراجك للكرة من الخط في أحد الكرات. علي مجرشي أخرجها من الخط، لولا الله ثم علي مجرشي لكانت النتيجة ذهبت إلى التعادل أو ربما إلى التقدم بالنتيجة لا قدر الله. وطبعا هذا الكلام أيضا ينطبق على لاعبنا وحارسنا المتألق ما شاء الله تبارك الرحمن عبد الرحمن الصامبي. هذا بما يتعلق بالأشياء وبالنقاط البارزة اللي لازم نصححها، خلاص لازم نصححها، غير مقبول بأنه تكرر دائما بمبارياتنا. اللهم لك الحمد. الأهم من هذا كله بأنه حصلنا على النتيجة الإيجابية، الأهم من هذا كله بأنه خرجنا بنتيجة إيجابية واللي هي الفوز، والحمد لله رب العالمين حصلنا على الفوز الثالث بصدارة جدول كأس النخبة الآسيوية. كنت أتمنى بأنه نخرج بالكلين شيت، لكن الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، وأهم شيء هو الحصول على 3 نقاط. ولكن أيضا يجب الانتباه ودق نواقص الخطر بالأخطاء اللي قاعدة تكرر واللي حدثت، يعني ما كانت مكررة وحدثت لأول مرة بمباراتنا باليوم، وتعديلها من قبل الطاقم الفني، وأيضا دق نواقص الخطر من قبل إدارة النادي الأهلي بجلب لاعبين وبلاعبين على أكبر مستوى وعلى جودة جيدة تليق باسم وتاريخ نادينا، بخصوصا على التشكيلة الأساسية وخصوصا بالتشكيلة الاحتياطية. نحن شفنا اليوم دخول فهد الحمد إيش اللي عمل، نحن شفنا دخول فهد الحمد كلفنا أشياء كثيرة، الحمد لله رب العالمين خرجنا منها بأقل الخسائر واللي هو هدف واحد فقط. لكن كان دخول فهد الحمد ووجوده بتشكيلة بخط الدفاع قادر بأنه يعكس النتيجة لا قدر الله إلى نتيجة فوز لنادي الريان، ولكن الحمد لله رب العالمين قدر الله بأن نخرج بأقل الخسائر، والحمد لله رب العالمين خرجنا من نتيجة الفوز. لذلك يجب الانتباه إلى هذا الشيء من قبل إدارة النادي الأهلي، وجلب لاعبين بالتشكيلة الأساسية اللي نحن نحتاجهم وبالتشكيلة الاحتياطية أيضا وبأسرع وقت ممكن. غير هذا الشيء فغير مقبول أبدا التقصير اللي قاعد يحدث سواء من قبل الإدارة أولا ومن ثم من قبل الطاقم الفني عندنا بالنادي الأهلي. الحمد لله رب العالمين خرجنا بالفوز، ولو فاز الأهلي نعم الأرض مبسوطة. ألف ألف مبروك لجميع جماهير الملكي، خصوصا الجماهير اللي كانوا متواجدين على أرضية الميدان لمساندة الفريق وسافروا إلى قطر من أجل مساندة النادي الأهلي. والله هذا أقل شيء يقدم لكم وهو ال3 نقاط. الحمد لله رب العالمين حصلنا على هذه ال3 نقاط وعدتم بحمد الله وأنتم فرحانين، فاللهم لك الحمد. وإن شاء الله دائما الأفراح عارمة بالقلعة الأهلاوية بإذن الله تعالى. بمبارياتنا القادمة نتفائل بالله وثقتنا بالله عالية بإذن الواحد الأحد. ألف مبروك لكم يا ملوك، استنونا بإذن الله تعالى بفيديو القادم بردود فعل الإعلام والتكلم بالجوانب الهامشية والغير الفنية حول مباراتنا اليوم وحول مبارياتنا القادمة بإذن الواحد الأحد. هذا كان فيديو اليوم، صلوا على النبي أهم شيء عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.